اهلا وسهلا مرحبا. كما نعرفوا فما سوء تفاهم بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب. هل من واجب تونس الوساطة وإخماد الحريق بأقصى سرعة؟ والله هو المشكل هذا ما بين الجزائر والمغرب راهو يبدا في بالكم، راهو من عام 50 موجوده، معناها خاطر ثم ارض وقت اللي تقسمت فرنسا الدول العربيه منهم في شمال افريقيا، ثم ارض تبع للمغرب ضمتها الجزائر. هنا المشكله الاولى اللي صارت، وقعدت متواصله من بعد كيف الجزائر ايدت الصحراء الغربيه باقامه دوله وكل شيء، هنا زادت توترت العلاقه. الملك المغرب في عيد العرش النهارين قال ماذا بيا نرجعوا العلاقات ما بين الجزائر والمغرب. براعنا كان الجزائر النهارين اخذت ديسيزيون معناها باش قطعت العلاقه الدبلوماسيه. ان شاء الله قادره تونس على كل حال باش تتوسط، معناها تاخذ شويه وقت على كل حال، خاطر ماهي سهله راهو حكايه كي هكا فهمتي، تاخذ وقت. اما تونس راهي سباقه في الحكايه هذه، تنجم تتوسط وتنجم تاخذ وقتها وتنجم معناها ترجع العلاقات. احنا تو قاعدين نطمحوا بالاتحاد المغرب العربي، يعني راهو شيء اسف كي نسمعوا حاجات كي هكا. ان شاء الله تونس تتوسط، وان شاء الله يا ربي يهديهم معناها السياسيين انه نرجعوا العلاقات، على خاطر في الاخر المغرب الجزائر تونس موريتانيا خويان في الاخر، خوات، احنا شباب افريقيا خوات، كلنا خوات وكلنا عائله واحده. لكن الاشقاء صاريف يتعاركوا بعضهم، ان شاء الله ما تطولش الحكايه الازمه ذي ان شاء الله يا ربي، فهمتني.